حظ اوفر حظ اوفر للمنتخب الجزائري باذن الله. راح نشوفه بطل البطوله الافريقيه القادمه، وراح نشوفه في كاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك باذن الله. المباراه صراحه ما شفتها كامله، لكن شفت اخر الدقائق. صراحه الجزائر كان افضل من الكاميرون كثير يعني. بين الكاميرون سرقت مكان والله شوف، انا ما اقدر احكم بالضبط وش صار، يعني وش صار خلف الكواليس، وهذه يعني علم الغيب ما نقدر، لكن المنطق يقول الجزائر افضل. لا شك الجزائر يعني البطولة خسرت الجزائر، واحنا كعرب يعني كنا نتمنى وجود الجزائر معنا، لكن ان شاء الله الجايات افضل واحسن باذن الله. صحيح. فالجزائر صراحة وجودها كان بيشكل فارق جدا في المونديال هذا، فبإذن الله تعوض في المونديالات القادمة. إذا كان في شيء محزن والشيء سيء في كأس العالم فهو شيء واحد، عدم تواجد المنتخب الجزائري. انتم في السعودية تعرفوا بعض اللاعبين الجزائريين؟ أكيد نعرفهم كلهم صراحة. سواء من الدوري أو في أوروبا يعني. نعرفهم والله، محترفين كثير عندنا في السعودية، ومن أفضل اللعيبة اللي مروا كأجانب. ولا لا يا أبو صالح؟ موسى صايب، جمال طبعا جمال كثير لعبوا معانا بس الان هو حارس الاتفاق السعودي. هذا افضل حارس في كاس العرب. عندك الجزائر كانت من ايام وقبل كاس العالم. اليوم الجزائر احنا نفتقدها بكاس العالم. احنا كعرب نتمنى جميع المنتخبات العربية تكون مشاركة في كاس العالم، ولكن للأسف حظوظ ما كانت ممتازة لمنتخب الجزائر، ولكن نتمنى إن شاء الله أنها تكون موجودة في النسخ القادمة. تعرف لاعبين من المنتخب الجزائري؟ رياض محرز، بلايلي، صراحة ما أعرف مين. لا رايس مبولحي. مين؟ الدوري الإيطالي؟ فوزي غلام. تابع الدوري الإيطالي؟ أتابع الدوري الإيطالي. بس ميلان في واحد من أحسن اللاعبين الجزائريين وأحسن لاعبين في ميلان بن ناصر، اسماعيل بن ناصر. عناصر ممتازة، ولكن للأسف يعني هذه كرة